السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، حياكم الله وبياكم في قصة جديدة أتمنى أن تنال على إعجابكم. قصتنا اليوم فيها رعب وفيها مغامرة، وفيها أيضا أن الشخص ينتبه أنه ما يقدم على هذه الأشياء. يرويها لنا أخونا محمد عن أحد أصدقائه اسمه سعود. يقول يوم من الأيام كنا ماشيين طالعين من حارتنا، لازم نقطع مفازة، نبي حارة ثانية. ليش نبي حارة ثانية؟ كان فيها ملعب كورة نبي نتبارى معهم، وكان في الليل عبارة عن يحطون كبوس اللي زي اللي يصير في رمضان أول. يقول المهم إننا قطعنا شارع عام ثم بندخل زي المفازة. المفازة وش المفازة؟ صحراء صغيرة، بعدين تجي الحارة الثانية تقريبا بعد 2 كيلو. يقول ذاك الوقت ما كان معنا سيارات، كنا نمشي على رجلينا، أعمارنا اللي على 15 16 17، ما كان للأمانة أحد معه يملك سيارة. يقول سبحان الله وإننا ماشيين إلا كان يتوسط هذه المفازة بيت شعبي قديم جدا، ولكن من البيوت الشعبية اللي كان لها سور، لها سور، ما هو بزي الفلل، لا ما هو فلة، لا بيت شعبي قديم وكان له سور. المهم إلا واحد من العيال يتكلم اسمه نواف، قال تدرون يا عيال ان هذا البيت يقولون فيه جن. فقال انت يا سعود؟ قال طيب واذا كان فيه جن؟ قال اذا كان فيه جن لو انتبهوا لا احد منكم يجي حوله ولا شيء. فقال سعود قال هذا كله كلام فاضي، والله لا فيه لا جن، انت جالس تخرط علينا وما ادري ايش من هذا الكلام. قال خلاص طب في وسطه، شوفوا في جن ولا لا. قال واذا طبيت في وسطه وش لي؟ تعرفون التحديات والشباب يعشقون المغامرة. المهم قرر أنت يا سعود أنه يدخل، قبل ما نروح نتبارى مع الفريق اللي بنقابله في الحارة الثانية. سعود قرر أنه هنا يدخل هذا البيت، وأنا صرت أنا أنهاه، أنت يا محمد والعيال ينهون، يا ابن حلال مجنون أنت، ما أنت بصاحي، يزيد نواف سعد، يا ابن حلال فك أمنا خلصنا، يا ابن حلال هذا جالس يخرط علينا ما في شيء خلاص أتأخرنا. قال أنا بيدخل، تبون تروحون روحوا. فعلا إن جلسنا ننتظره، دخل زي اللي رقع على العداد حقه، تمسك في ماسورة، نط في البيت، زي اللي ما هو المرزام. يقول الله الرجال نط في ذا البيت الشعبي، ودخل داخل شوي اللي يطلع علينا من فوق السطح، شوي اللي يعود يطلع أنت يا سعود. المهم يجي كذا خوينا ذا قال لا أنا ما بيك تقعد، ما بيك كذا تاخذها بالسهالات، أنت ما أخذت حتى، لا أبيك أنت تدخل في البيت هذا. قال شو وضعك أنت بالضبط؟ وش تبي توصل له؟ وشلون أنوم فيه أخيم فيه ولا وشلون بالضبط؟ إيش المطلوب مني؟ أنت كذاب، ما أنت بقد التحدي، يا أنك رجال تكون قد كلمتك وتنفذ ما وعدت، ولا ما فيه بتعشينا ولا لا؟ قال لا أنا مو قصدي كذا. المهم درى العيال إن الرجال خالف في كلامه. يقول المهم خذينا الرجال طلعنا للحارة الثانية، بعد ما لعبنا كورة قلت تقريبا على الساعة 12. قال خوينا ذا قال الحين أبيك تدخل. قال وإذا دخلت؟ قال أنا ما معطيك عشاء ذا المرة، والله لا أعطيك 200 ريال. 200 ريال؟ قال 200؟ قال نعم 200 ريال بس ادخل، بعطيك 200 ريال بس ادخل. المهم قرر يا ابن الحلال سعد، يزيد، نواف، أنت يا محمد، يا ابن الحلال والله ما أنت بلاقي شيء، ترى نصاب ذا. المهم دخل سعود، إلا شوي نسمع صراخ وصياح لدرجة إن كلنا فقعنا. سعد هنا انتبه، قال يا ولد لا يكون في حرامي خوينا ما ادري ايش، خلونا نرجع. المهم يوم رجعنا إلا أنت يا سعود جاي يجمح، وزي اللي شطفنا ونركض معه مرتعين خايفين، نركض ايش فيه بسم الله يا عيال انحاشوا، الا وراهن كلنا لين وصلنا عند الحاره. يوم وصلنا عند الحاره الا قم سعد هو سبقنا يمسك امه، يمسك ايش فيه امك انت، وش اللي فيه وش فيه شوي الا انت سعود منهار. قال ايوه انا مالي دخل. يقول وصلنا سعود الى بيتهم، الا الرجال يصيح ويبكي ويرغي. يقول محمد خلال 5 أيام خوينا ما جاء. قرر أنت يا محمد يروح للبيت، بيتك أنت يا سعود،
يقول المهم يوم جاء السلام عليكم كابراهيم وشلون اخوك عسى ماشر وما ادري ايش ولا لا. قال الله لا يوفقكم. من اللي مروعه؟ قالوا وش ما حد روعه، ترى هو طاب في البيت. قال البيت؟ قال البيت المهجور. قال البيت المهجور؟ اي بيت مهجور؟ قال البيت المهجور اللي اذا قطعت الشارع تلقاه في النص. قال طيب اذا طب في البيت المهجور. الرجال يصارخ وصايح يقول فكوني منها فكوني منها. المهم درينا ان الرجال فعلا اللبس، الرجال فعلا اللبس. يقول محمد اللي جاني ان خالته صارت تقرا عليه، يعني خالته واحده من خالاته فيها دين دينه صارت تقرا عليه. بدا هنا انت يا سعود يجين قلنا لك ما ادري ايش ولا لا. قال الحمد لله الحمد لله. جيت انا كلمته قلت يا اخي وش صار معك بالضبط؟ قال انا اعلمك وش صار معي بالضبط. اليوم اللي دخلت انا فيه البيت بعد ما روعت، انا دخلت شفت انا بس اسود. طبعا انا الامانه ارتعت منه، يعني خفت، بس اللي زي اللي سبيت، يعني سبوا يعني الان ارتاع منه يعني. يقول شوي الا وانا ماشي ابي اطلع مع الدرج، يعني بأطل عليكم من السطح ثاني مره. يقول ما وعيت الا طالع لي من حمام صغير ذيك العجوز اللي ما شفت انا اقبح منها، وجهها يروع. يقول كمية الأضراس اللي في فمها يقول ما هي أضراس الآدميين. يقول فأنا صرخت، يقول أبي أتحرك أحس إنه في زي التيار اللي ماسكني مثبتني. شفت الواحد اللي جاي يمسك الكهرب مو بتحس إنه يمسك شوي ثم تفكه أنت؟ يقول أنا نفسه بالضبط. يقول المهم وأنا طالع من البيت أركض وصارخ. يقول إن سمعناك تصارخ انحشنا طقينا، ثم سعد نبهنا قال نعلم بليسكم لا يكون حرامي يعني عند خوينا أنت يا سعود ماسكك شيء، خلونا شوي اللي أنت جاي تركض. قال طيب وبعدين؟ قال أنا دخلت البيت منهار خايف. طبعا أنت يا سعود مفرط في الصلاة، ودائما أنبك صلاتك من صلى صلاة العشاء فهو في ذمة الله. يقول المهم أنا داخل أصيح أبكي، أمي وش فيك ما أدري إيش، ولا جابت لي عزيمة علمتها أني أنا مرتاع، طلع لي جن أنا مرتاع مروع. قالت أمي بسمع ما وين طالع لك فيه؟ قلت طالع لي في البر. طلع لي في البر يعني ما علم أهلهم أنه ناط. وأنت يا الملقوف ليش تعلم أخوي أني أنا ناط أنت يا إبراهيم؟ لأنهم جاي يلوموني. قال أنت جالس تدور المضرة لنفسك؟ قال اسلم. وبعدين؟ قال المهم بعد ما شربت أنا العزيمة إلا العجوز تطلع علي تقول يا وليدي ليه تتسلط علي وتأذيني؟ يقولوا كانت حياتي تقريبا هذه ال4 أيام إلين ما جت خالتي تقرأ علي، والحمد لله كانت تنزل علي تقول ليه يتسلط علي ويأذيني؟ قالت خلاص ما متسلطي، خافي الله اتقي الله. بعدها انقطعت عني. قالت خالتي إن شاء الله إن شافاك إن الله رفعها عنك. طبعا هذا اللي وصلنا إليه في قصة في بدايتك أنت يا سعود. يقول المهم جلسنا قرابة تقريبا 4 أشهر. يقول وضعنا تب إلى ما فيك إلا أنت العافية. ما سعود له باللي طاح ولا هو باللي حضر عندنا ولا شيء مرة. يقول يوم من الأيام إلا ويتكلم أنت يا نواف سعود الحين الجنية اللي معك يعني الرفعت خلاص راحت. فقال واحد من العيال قال لا ترى الجن يروحون ويجون. قلت لا إن شاء الله ما أنها ارتفعت، أعوذ بالله اقفلوا ذا الموضوع. جاء ذاك الملقوف أنت تلقف راعي التحدي قال اسمع أنا ماني مقتنع مسألة إنها تجيك وتذيك وأقرأ ومدري إيش ولا لا آخر وإنها ارتفعت. لا الجن ما يسوون زي كذا. الجن يا يكسرون رقبتك يا يكسرون ظهرك. قلت يعني ما يكسرون رقبتك أنت والله يكسرون ظهرك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أنا قريت محافظ على صلاتي محافظ على أذكاري ما في إلا العافية.
الا يقول انا يا محمد. قلت طيب هم يقولون انه اللي يدخلونهم يعني يروعونهم الجن ولا يجونهم يصيرون يعني يستنزلون في اللعوب في الخبيت السامري في الخبيتي. قال انت يا سعود، قال انا ماني رايح لا خبيتي لا سامري، ماني رايح، ما بي، تبون تروحون انتم روحوا. وللامانه ما كان فينا طبع، يعني ما كان جونا اللي هو الطق وانه نقعد نطبل ولا كذا ولا في احد يشدنا، لا ما في. يقول المهم بعد هذا، بعد ايش انت ما تشافيتوا يعني، جلسوا فتره، سعود ما طاح عندهم ولا حضر عندهم ولا شيء. قم انت يا نواف، يقول تقريبا بعد ما صار الحديث هذا، يقول خذوا اسبوع، يقول كنا تاكين في البرحه جالسين يعني زي الدكه جالسين فيها. المهم الا جب معه ما يسمى بالحلتيت. الحلتيت يقولون يشرب، انا طبعا ما داني ريحته، يا يشرب يا انه يحطونه على الجمر يعني يبخرون فيه. يقول المهم الا وجاي معه ذا ما يسمى بالحلتيت. قال يا عيال ذا الحين بنعرف صدقه من كذبه، يا ان انت فعلا معك، لان الحلتيت يجيبهم حتى لو انهم ارتفعوا بيجيبهم. فقلت له يا ابوي ابعد. قال انت يا سعود، قال ابعد عني، لا نبي حلتيت ولا نبي بلا ولا نبي ولا شيء. وكان عندنا سبحان الله قطع الشارع كان في قصر يجون فيه يعني يستاجرونه، يعني تصير فيه بعض الأحيان زواجات يطقون فيه السامري ذا. يقول يوم قال ابعد عني الحلتيت، الحين تقريبا الساعة 11 ونص، كان وقت إجازة. قال ابعد عني الحلتيت هذا أنا ما بيه. المهم بعد تقريبا قل ساعة إلا نسمع طق، ما كان يستهوينا، ما كنا نروح، ما نروح نسمعهم يطبلون كل شيء، لا ما يستهوينا، يعني نقعد. بعض الأحيان العيال يتفرقون، اللي يروح بيتهم، بعضهم يروح يتفرج ويرجع، يعني مو بحقين استنزال. نواف هذا يوم سمع الطق قال يا عيال مشينا نروح، خلنا نحضر. قال أنت يا سعود أنا ماني رايح. قال أنا ما برايح. قال لا إلا بتروح غصب معنا، ولا أنت ترى أنت حدث أنت، يا أنك نصاب تلعب علينا ولا اثبت مع. قال أنا ما أبي أوريكم من فيني جن، الله لا يوفقكم ولا يسيكم خير. أشوي إلا أنا يا محمد يعني زي اللي خويه الروح بالروح، يا ابن الحلال امشي إن شاء الله ما دام أن الله شافاك وعافاك إلى الآخر. قال ماني برايح لين أسأل خالتي، لأن خالتي عندنا. بعد ما ضغط عليه في الكلام يقول المهم إلا ويروح. جلس تحت ريت، العيال راحوا دزوا سبقوني، لأن بيننا وبين القصر تقريبا قل 10 دقائق يعني مشي. شوية مطلع قال خالتي تقول ما في إلا العافية، رح تبي تروح توسع صدرك رح. يقول المهم ويروح أنت يا خوينا سعود، وهذاك مع نواف ايش مع الحلتيت. المهم جينا جلسنا في زاوية لأنهم كنا لابسين تكاميل إلا أنت يا سعود كان عليه قميص. يقول المهم انه جالسين، قام انت يا نواف من لقافته، طولنا تقريبا قل جلسنا 4 أغاني، لدرجة ان يا رجال انت ما والله ما فيك الا العافية يا رجال، لا فيك سكن والله لا فيك جن ولا مروعينك، كانوا يجون يروعونك. لدرجة قال وشو؟ قال ايه يطلعونك يروعونك لانك جيت عند الطق، لان هذا مكانهم فعلا، كان في ناس مستنزلين في كبار وصغار. قم يا نواف يوم شاف المدخن يعني محطوط في الارض استاذن منهم، يعني استاذن. قال خلاص هم يحسبون الرجاجيل انه بيحط عود، بيحط ايش؟ بيحط عوده. المهم خذ المدخن، ما يدري ان هذه غلطه، ما تصلح تجيب سامري وتحط فيه حلتيت ولا تحط فيه جاوي ولا البان، والله يطقونك، انا من عندي ولا تنطق. يقول المهم يوم جاب المدخن قم انت وحط فيه ذا الكسره. يقول هو حطها ولا ما حطها الا يوم انتشر دخنتها، الا يوم قالوا الرجاجيل يعني ملعون لو ما حط الخناس ذا من هو، الا يوم المستنزلين اختبصوا، خبص الدنيا خبص، الا واحد منهم جاي زي اللي يعني يهز يديه، يعني ليش تسوي زي كذا؟ ليش تحطها؟ لا الا ويجي يطلع من بينهم شايب، ليش تسوي زي كذا؟ ليش تركب؟ ليش تحطها؟ ليش تحط؟ نواف هنا وجهه يخضر يزرق يفتح الى اخره. هنا سعود
أنا بعلمكم ليش نزل. يقول نواف كان جنبه لأنه جايب المدخن وحطه عنده. نزل، أنا متأكد اللي معه تحسب إن ذولي بيتسلطون عليه، وقدر خلاص هذا بابه، فتحت بابه. نزل أنت يا سعود، يوم نزل إلا ذاك الصوت اللي تحس إنه رخيم ضخم. أنا اللي قايلت له يحطه، أنا اللي قايلت له يحطه. بعد ما نفضنا وما أدري إيش ولا العالم، قم واحد من المستنزلين خذ والله يرمه رمية. لو في سيارة مرت كانت طاحت عليه، بس زين إنه تكسر في الشارع العام من قوة رمية يده. والله يلجمر إنه يتنثر يمين ويسار فوق رؤوس الناس. إلا يوم قالت أنا اللي قايلت له، أنا اللي قايلت له. إلا يوم نطق واحد منهم كبير قال له طيب ذا الخناز هذا كان قلت حطه في بيته ما يجيبه عندنا هنا. قالت أنت وش تبي منهم؟ خلهم. طبعا إنه نحسب إن أنت يقول إن نشوف سعود نحسب إنه الآن يعني بعد ما هدر وبعد كذا يعني بيصقعون فيه وبيخبطون فيه الدرجة إنهم قالوا يبون يمسكونك أنت يا نواف. قومي ذا العجوز اللي نزلت عليك أنت يا سعود، إلا زي اللي امسك رجليهم، لأنها كانت زي اللي حاضر عليه وهو قاعد، زي اللي امسك رجل الأول وامسك رجل الثاني، إلا كلهم يبعدون عنه. شوي اللي يوم التفت علينا أنت يا سعود تقوم روحوا. إلا هو قال روح ولا روح، والله كلمونا نطق نقطع الشارع ونروح. أولنا نواف نحاش. شوي اللي سعد قال نعم بليسكم طيب سعود نخليه بالحالة يعني. قال بصره يبغى يخليه بالحالة، يخارج نفسه مستنزل ما مستنزل. نواف هنا جالس يصيح قال يعني أنا بيصير لي شيء، بيسوي لي شيء بيذوني. إلا ويتسلط عليه أنت. والله أنا راعي التحدي خويهم، أنا نجيب أنا عشان ما نلخبط. إيه أنت يا بدر راعي التحدي. قال أنت يا بدر، قال والله أنا أشوف أن الحلتيت تحطه زي اللي تبي تطردهم يعني هذا ما هو بزين. أنا أتوقع يمكن تنظر، يمكن يصلبونك، يمكن يخطفونك. ويا قال يا بد وش اللي يخطفوني؟ بسم الله على الرحمن الرحيم. ويدخل ويروح لأهله. شوي ما وعين إلا أبوه جاي. من ذا اللي يقول إنه ولدي يبي يخطف جن؟ إلا أنت واقف يشر عليك أنت يا بدر. قال لا هو حط، وأنت وش دخلك؟ يوم ترى ما في إلا العافية، ما في إلا العافية. شوي إلا سعود جاي يمشي في عرجة العيال سعود. إلا يوم جيناه وأخروا درينا إنه إلى الآن يعني وشلون قطع الشارع وجاء وهو محضر وناس. إيه عادي يعني الجن اللي فيها عمى مثلا ما يشوف الطريق عادي بيجي بيرجع لبيته. يقول شوي إلا وجاء في البرحة اللي أنا نقعد فيها. المهم إلا ويقعد في البرحة يعني قلنا تعال خلوني متربع على الرمل. المهم إلا قام يمسح على الرملة، يمسح عليها إلا ويضربها. والله يوم ضربها إلا ذيك العقرب اللي كنا كف اليد إلا يوم راحت زي اللي اتجهت، كلنا فقعنا وخلينا المكان له. بسم الله شفتوا له عقرب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يا حبيبي هذا مو بسحر، هذا يعني ما يسمونه إثبات عندهم، مع أني أنا أميل أن هذا يعني معليش هذا أنا أشوف أنه سحر. أنا مو بسحر، هم يسمونه إثبات برهان أن اللي نازل عليه أنت عجوز، ويمكن أنها كانت تسمعكم وكانت حوله وكانت توهم الخالة إنها ارتفعت وراحت بسبب أنها نقص خبرتها. يقول المهم ما وعينا إلا أنت يوم قام الحين مبعدين عنه نطالع من بعيد. يوم قام اللي يطالع مرتاح، شوي اللي يتعثر ويطيح ويقوم يركض يلتفت يمين ويسار، شوي إلا يوم أنه يطق الباب حقهم اللي يطلع أخوه براش فيك ما أدري إيش وأخر ويدخل داخل. طبعا هذا لأنه أول مرة يطيح يا حبيبي. طبعا إنه يوم صار المنظر ذا قلنا يا عيال نحشة لا ينكبونه يورطونه يقول إنه مسوي لك شيء. فعلا فقعنا. اليوم الثاني جاء أنت يا سعود، هذا اللي استفدته حسبي الله عليكم ونعم الوكيل، ما عرفت أرقد أنها طلعت لي ثاني مرة ومن ذا الكلام. تقول يا ولدي أنت لي يعني خلاص افتحت خلاص، هذا اللي لقروا عليك ترى الولد يمكن يطيح في اللعوب على قولتهم. يقول المهم ويقعد تقريبا 8 شهور نسمع طق ما يروح ما يبي. لا ما براحة تبون تروحون روحوا، تبون تروحون روحوا.
الا يوم من الايام يجي ذا الملقوف ذا اللي انت قال انت يعني بعد 8 شهور تقريبا 9 شهور قال شوف يمكن ان اللي معك كل تبن انت اخر من يتكلم لا تسوي فاهم. قال لا انا بنطلع خبيتي بنطلع خبيتي لا سكن السامري ما يطيحون في الخبيتي يعني هذا الكلام يعني اللي معك الظاهر انها ما بجايه يعني. وفعلا انه ما نفذ الامور. رحنا يوم رحنا جلسنا قعدنا اول مره انا اسمع الشغل هذا اول مره اسمعه. يقول المهم انه قاعدين حتى طقهم غريب يقول تحس هذا ممكن انه مشروك يعني يلعبون حبشي يلعبون ثقيل يلعبون يمكن انه مخلط يعني. يقول سبحان الله بدوا الناس يستنزلون واجد يطيحون. شوي سعود كل ماله يتلفت يمين ويسار. قلت ماذا تبي تطلع؟ انا حنيت عليه تبينا نطلع نقعد في السياره عادي. قال لي يا ليت. المهم طلعنا انا وياه قعدنا في سيارتك انت يا بدر لان اخذنا يا ابن الحلال خلاص تبى نروح روحوا. قعدنا شوي الا الولد قام يصيح الا وتفوح منه ذيك الريحه اللي ما شمها الا مع العجز. ممكن انه عود او عنبر ما ادري. يقول شوي الا يوم التفت علي انا يقول خفت منه عيونه بيض تحس ان ذا الاسود رايح فوق. نزلني قلت طيب. يقول المهم افتح الباب الا ونزله. نزلته من السياره حضر عليه في السياره يعني. المهم الا يعني امشي به. المهم يوم دخلنا في اللعب الا يوم دخلنا في اللعب قالت هناك الا ودخل عند اللي ذل يطقون. يقول انا وانا ماسكه بديت احس باشياء جدا غريبه. احس انه يكش علي جلدي وقشعريره جدا لدرجه اني بغيت اقول له رح الله لا يهينس كملي انتي بسم الله الرحمن الرحيم. بعدها يكش علي جلدي وانا قاعد يكش علي جلدي الا يلتفت يتبسم وكانت عيونه بيض لدرجه ان الناس يدرون يطالعون فيه يعني يستغربون هو الوحيد اللي عيونه فوق مرتفعه بيض. شوي الا نزل واحد طبعا في مستنزلين واجد كذابين نصاب اللي يقول انا سكني يلا يورينا وما ادري ايش وش عنده ما لا الا قام هذا اللي قال الكلام ذا شال المنقد وحطه في النص بين المستنزلين يعني. الا خذ فعلا هو يعني يقول في جن للامانه ياخذ وكلا ثم نطلع شيء من ثمه يقول لونه كذا زي البني ثم بخر وريحته غريبه. طبعا بدر سعد نواف راحوا عند من؟ عندك انت يا سعود يعني هذا خوينا يعني ما نبي احد يتهاوش معه وكذا. انا جيت معهم شوي الا من بد العيال مسكني سعود مسك يدي يعني وهو نازل مع عينه ذي السودة ذي مرتفعه ما في الا البياض مسك يدي. المهم يوم مسك يدي وفكني الا تحس انه دبل الدبل ولكن في ذا المره جسمي يحتر لدرجة اني جلست قعدت. قم انت يا سعود قال يقول انت وضحت وبينت انا الحين اوضح. هذاك المستنزل قال كثر الكلام انا ما بي اللي يقول انا عفريت هذا المنقد يورينا فعله. المهم الا قم انت يا سعود الا ودخل يده يقول ذراعه مدخلها بين الجمر ما بعد شيل زي ذا هذا شال وكلا لا دخل ذراعه بين الجمر الا وارفع يده. انا طبعا طالعت انا شيء مو هو اللي شافوه العيال. انا ناظرت انا داب عند المنقد لدرجه اني قمت وقفت يوم غبشت فيني الدنيا. العيال هنا وش يقولون؟ انت يا سعود بعد ما دخل يده ورفعها دخنت. لا انت شفت اللي ضرك به سعود مو ابو سعود اللي ضرك لا اللي معه. ليش اختارك انت؟ انا ما ادري. يقول لي يوم دخل يده ورفعها الا قامت تبخ ريح ذاك العود وبين الكسر فوقه. اللي يوم طلعت وضحت وبينت وهذا حقي ازودك. تخيل وش قالوا وش قالت انت اللي نازل عليه؟ قالت هذا ولدي. الا يوم جاء انت يا محمد منكسته وهو اللي يقول انت يا محمد اللي تلعب وهي اللي قاعده. يقول كانت تصفق له. المهم لعبوا طبعا انت يا ذاك المستنزل طبعا الظاهر انه هو راعي المكان او واحد من حقين الفرقه قال اللي ما اثبت يطلع
يخارجنا، اللي ما أثبت يخارجنا. اللي بدأ الناس يتسحبون في 4 للأمانة يقول كلوا. طبعا هذا نقل العيال له. يقول المهم إلا يكلموننا، يقول هذول أخوياكم ترى بنسري، إذا يبون يسرون يلا خلهم يعجلون علينا، يعني يستعجلوا. يقول جاء بدر يكلم سعود اللي معه، قال ترى بيسرون، قال أنت انقلع لا تحاتيني لا تتكلمني، انقلع. يقول جاء من ذا الحين؟ جاء نواف، ترى لا 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 انت ولدي. الا يوم جاء وكلمه الا ويشيل وشه. طبعا عشان تعرفون شيء واحد، ترى بعضهم والله ترى الامانه في مسلمين وينزلون على الاوادم، نقول لهم يصلون. طبعا فهمها واحد منهم اللي حقت يصلون ايش؟ صلى المصلي في مسجد الله، صلى المصلي، اللي يحب الحبوش. هذه انا ممكن انها وضحت وبينت ان العفريت اللي نازل على خويك هذا ممكن انها جنيه وجرتك معه، وعاد انت بطلت ما بطلت عاد الله يحفظنا وياكم بحفظه. طبعا انت يا محمد هون ترك، ما عاد صار يروح حتى زواجات، يقول لا انا شفت شيء جدا جدا يروع. وش ذا الداب اللي قاعد عند المنقد بعد ما مسكني انت يا سعود لا يروح، بس اني يعني يقول انا مو بزيهم، يقول اذا راح استنزل وانا استنزل في البيت، لا هو يروح يطيح تنزل عليه ذا العجوز. وانت يا بدر يقول لا انه في مره طاح مهي بالعجوز واحد ثاني، ممكن انه ولده ولا واحده من عيالها. اذا عجبتكم القصه لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه، ونصيحه حصنوا انفسكم، وما في داعي احد يتحداك تدخل بيت، حافظ على عقلك. والحمد لله انها وصلت على انها تلبس وانها تنزل عليه وتصرع في اللعوب. بعضهم لا والله، بعضهم يخطفون عقله. بسم الله الرحمن الرحيم، والله يكفينا شر من في شر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.